كتعيط لي كتقول لي فوالا بغيت هذا البروجي، اجي نجلسوا اطابل ونيغوسيو كيفاش غادي نصايبوا هذا البروجي وبشحال غادي تحسبوا علينا وداكشي لي كونديسيون اللي غادي يكونوا عندهم في هذاك الشيء. حتى لهنا مزيان فهمنا شنو هما لي زابيل دوفر، الانواع ديال لي زابيل دوفر. شنو كيكون في هذا الملف المالي؟ هذا الملف المالي كيكون فيه الديتاي ديال داكشي باش غتخدم، شحال غادي يتقام عليك انت، بشحال غادي تخلص، شحال غادي تحسب عليهم الى اخره. المهم كاع الديتاي ديال الفلوس غادي تحطوا ليهم في هذا الملف المالي. سيادنا بوينوس دياس، اليوم غادي نهضروا على الصفقات العموميه اولا لي مارشي بوبليك. نقدروا نهضروا على الصفقات العموميه وحتى الخاصه، حيت حتى الشركات اللي كيكونوا غالبا كبار كيقدروا يديروا هذه القضيه. كيفاش كيديروها؟ صبر صبر صبر، انت مقاول ذاتي بلا ما تقطع الفيديو. عرفتي علاش؟ حيت الخبر الزوين في هذا الفيديو هذا هو انك حتى انت ولا عندك الحق باش انك تقدم الطلب ديالك او العرض ديالك في هاد لي مارشي بوبليك. والا صراحه حنا تكافينا حتى مع التي ديال الشركات بقى لينا غندخلوا في لي مارشي بوبليك. شوف، مادام عندك الحق انك دفع ما عمرك تسد على راسك البيبان. المهم سيادنا نبداو من لي زابيسي ديال الموضوع. شنو هما الصفقات العموميه اولا لي مارشي بوبليك؟ كما قلنا راه غادي نهضروا على الصفقات العموميه وحتى الخاصه اللي كيديروها شي شركات اللي كتكون كبيره. هذه كتكون بحال واحد لانونس اللي كيديروها سواء مؤسسات ديال الدوله اولا شركات، كيديروا انونس باش كيقولوا مثلا حنا عندنا واحد البوزوان باش شي حد يقاد لينا واحد البروجي. عرفتي بحالاش؟ بحال ملي كتجي انونس دو ريكروتمون، كتدخل مثلا لواحد السيت فيه انونس دو ريكروتمون، كيجي لو ريكروتور ولا الشركه كتقول لك حنا محتاجين بروفيل فلان فلاني، ها هما الشروط، ها شنو تدفع لينا في الدوسي، وانت كتقدم السي في ديالك وكتدفع لا دوموند ديالك. تقريبا نفس القضيه، غير الفرق كاين في ان في عوض ما انت كتقدم كشخص باش انك تخدم في هذيك الشركه، هنا كتقدم بحال السي في ديال الشركه لا بغينا نقولوا، اولا ديالك انت كمقاول ذاتي، يعني بالصفه القانونيه ديالك كتقدمها باش كتجاوب على هذاك كتجاوب على هذيك لانونس ولا كتعطي هذاك العرض ديالك. هضرنا على لي زانونس. هاد لي زانونس فين كيكونوا؟ غالبا كيكونوا سواء في لي جورنو، يعني الجرائد اللي كتحط فيهم بحال هاد لي زانونس، اولا دي سيت اللي كيكونوا سبيسيو باش انهم كيتحطوا فيهم هاد لي زانونس. غادي نهضروا بالزربه على شنو هما الانواع ديال لي زابيل دوفر اللي كاينين. كاين ثلاثه. كاين ابيل دوفر اوفير، يعني طلب عروض اللي هو مفتوح في وجه اي واحد ممكن يدفع ليه. كاين ابيل دوفر اللي هو ريستران، يعني اللي كيكون ماشي مفتوح في وجه كل شيء وكيكونوا عنده دي كونديسيون. و لي زابيل دوفر اللي كتكون سميتهم ابيل دوفر نيغوسي. هذه مثلا هذيك المؤسسه اللي هي باغي تخدم ليها البروجي كتعيط على واحد الشركه محدده او على واحد الكيان محدد، كتعيط ليه كتقول ليه فوالا بغيت هذا البروجي، اجي نجلسوا اطابل ونيغوسيو كيفاش غادي نصايبوا هذا البروجي وبشحال غادي تحسبوا علينا وداكشي لي كونديسيون اللي غادي يكونوا عندهم في هذاك الشيء. حتى لهنا مزيان فهمنا شنو هما لي زابيل دوفر، الانواع ديال لي زابيل دوفر، فين نقدروا نلقاوهم، شكون اللي كيديرهم. باقي حاجه وحده، كيفاش ندفعوا ليهم. باش تدفع ليهم كدير لا دوموند ديالك، يعني كتقاد الدوسيي ديالك. هاد الدوسيي كيكون مقسم على ثلاثه ديال لي دوسيي صغار. لو دوسيي تكنيك يعني الملف التقني، دوسيي ادمينستراتيف يعني الملف الاداري، والدوسيي فينانسي يعني الملف المالي. نبداو بالدوسيي تكنيك. شنو كيكون في هذا الملف التقني؟ هذا الملف التقني كيكون بحال هو الجواب على واحد سي بي اس او لا كاي دو بريسكريبسيون سبيسيفيك اللي كتكون حاطه هذيك المؤسسه ولا هذيك الشركه اللي هي باغي تخدم ليها البروجي، كتكون حاطه فوالا ها البروجي اللي بغينا، ها كيفاش بغيناه يتصايب. دونك الدوسي تكنيك ديالك انت اولا الملف التقني كتقاد فيه كيفاش انت ممكن دير لهم هذيك الخدمه، سواء بالطريقه سواء بالماتيريال اللي غادي تخدم به الى اخره. يعني كتشرح لهم بالضبط الخدمه ديالك كيفاش غادي ديرها وباش غادي ديرها وشكون غادي يديرها. الدوسي الثاني اللي هو الدوسي ادمينستراتيف او الملف الاداري. هذا الملف الاداري كتكون كل مؤسسه او كل شركه وشنو هما لي دوكيومون او الوثائق اللي كتطلب فيه، ولكن غالبا كيكونوا واحد الوثائق اللي ضروري كيكونوا، يقدروا يتزادوا عليهم شي حوايج اخرين ولكن هادو ضروري كيكونوا. اول حاجه كتكون واحد لا ديكلاراسيون سور لونور.
هذا تصريح بالشرف بانك غادي دير هذيك الخدمه اللي طالبين منك على اكمل وجه. يعني غادي دير داكشي اللي كاين في دفتر التحملات اولا الكايي شارج. عاوتاني كاين واحد لاكت دونغاجمون. هاد لاكت دونغاجمون اللي ما عرفتش شنو سميتو بالعربيه، خاصو يكون ليغاليزي، وتا هو كتاكد فيه انك انت مستعد انك تونغاجا مع هذيك الشركه حتى تكمل ليها البروجي حتى الاخر، يعني ما غاديش تخوي بهم. الحاجه الثالثه طبعا كما قلنا راك غادي بحال غتدفع السي في ديالك، بما انك بحال باغي تدفع الخدمه غادي تجيب لي زاتيستاسيون دو طرافاي. هنا كيتسماو لي زاتيستاسيون دو ريفيرونس، يعني كاع لي بروجي اللي خدمتيهم مع شركات اخرين اولا مؤسسات وحدين اخرين، فاش كتسالي هذيك الخدمه كتعطيك واحد لاتيستاسيون دو ريفيرونس، سواء كتعطيها لك هي نيشان اولا انت كتطلبها باش كتشهد ليك فيها بالله راه هاد السيد اولا هاد الشركه الفلانيه فعلا خدمات لينا هاد البروجي بواحد الطريقه اللي هي مزيانه في لي ديلي اكزاكت ايتترا. المهم هاد لي زاتيستاسيون دو ريفيرونس غادي يلعبوا واحد الدور كبير باش انهم يطلعوا الحظوظ ديالك باش الدوسي ديالك يتقبل، حيت غادي تبان شنو هما لي زيكسبيريونس اللي ديجا عندك، لي بروجي اللي خدمتي مع من خدمتي الى اخره. المهم هذه كتسمى بالعربيه الشهاده المرجعيه او الشهادات المرجعيه. نقولوا بركه من لي زاتيستاسيون؟ مستحيل، مازال غتمشي تجيب عاوتاني واحد لاتيستاسيون من عند سي ان اس اس كتشهد لك فيها سي ان اس اس انك مخلص كلشي اللي عليك، ما كتسالك حتى شي حاجه، ما عندك معاهم حتى شي مشكل. عاوتاني غادي تمشي لدار الضريبه وغتجيب واحد لاتيستاسيون فيسكال كتبين فيها انك مخلص كلشي اللي عليك، ما معطلش عليهم حتى شي ضريبه، انت خدام معاهم ديما اجور، كلشي مزيان مع دار الضريبه. بحال ما كنسمع شي وحدين قالوا بركه من لي زاتيستاسيون صافي راه هادشي غيكون كافي. واخا درتي لاكت دونغاجمون واخا درتي لا ديكلاراسيون سور لونور غادي يطلبوا منك واحد لا كوسيون بروفيزوار. اشنا هي هاد لا كوسيون بروفيزوار؟ لا كوسيون بروفيزوار هي واحد الشهاده اللي كتعطيها لك لا بنك كوم كوا انك راه عندك القابليه او عندك الامكانيه انك تخدم هذاك البروجي، وهذا كيكون بحال واحد الكريدي سور سيناتور، يعني غير الشهاده ما كتحيدش لك من الكونط، وكتكون تقريبا بالنسبه ديال 1.5% من هذاك المونطون ديال المارشي كامل. دابا وصلنا لاخر دوسي اللي هو لو دوسيي فينانسيي اولا الملف المالي. شنو كيكون في هذا الملف المالي؟ هذا الملف المالي كيكون فيه الديتاي ديال داكشي باش غتخدم، شحال غادي يتقام عليك انت، بشحال غادي تخلص، شحال غادي تحسب عليهم الى اخره. المهم كاع الديتاي ديال الفلوس غادي تحطوا لهم في هذا الملف المالي. وجدتي الدوسي ديالك دفعتيه، شكون اللي غادي يتهز في الاخر؟ هذاك الشخص اولا هذيك المؤسسه اولا هذاك الكيان اللي غادي يتهز ولا هو اللي غادي يخدم هذاك المارشي كيتسمى لادجوديكاتير. نقولوا انت اللي سهل عليك الله وتهزيتي باش غادي تخدم هذاك المارشي. بعدا باش تهز راه كدار دراسه الملف التقني ديالك، من بعد كدار دراسه للشي الاخر، من بعد كدار دراسه حتى الملف المالي باش كيشوفوا شكون هو لو موان ديزون اولا اللي طلب اقل ثمن. طبعا ماشي ديما كيديها اللي اقل ثمن، حيت كيشوفوا حتى الكاليتي واش داكشي مناسب ليهم في الخدمه. المهم نرجعوا فين وصلنا. تهزيتي انت، شنو غادي دير دابا؟ غادي ترجع لهذيك لا كوسيون اللي كانت بروفيزوار غادي ترجعها كوسيون ديفينيتيف. وهاد لا كوسيون ديفينيتيف اولا الضمانه النهائيه كتكون ما بين 3 حتى 5% من هذاك المونطون ديال المارشي كامل. ويقدروا حتى يطلبوا لك مازال واحد الغوتونو دو غارونتي. هاد الغوتونو دو غارونتي ما عندوش تقريبا نفس الدور ديال لا كوسيون، حيت لا كوسيون بحال غير عندك الامكانيه انك غدير هذاك غدير هذيك الخدمه، ولكن في الغوتونو دو غارونتي هو واحد النسبه اللي كتخاد من المونطون جلوبال اللي تقريبا كتكون ما بين 7 حتى 10% من هذاك المبلغ الاجمالي ديال هذاك المارشي، كتعطيها ليهم كتبقى عندهم حتى كتكمل المارشي اولا كيدوز مثلا عام، وكيشوفوا كيراجعوا معاك الكاليتي، كيشوفوا واش داكشي اللي كاين في كايد شارج اولا دفتر التحملات هو بالضبط اللي درتي، داكشي اللي مطلوب منك هو بالضبط داكشي اللي درتي ليهم، عاد كيرجعوا لك فلوسك. هذه بحال كتنفعهم هما الى في حاله مثلا ان شي خدمه كانت ماشي هي هذيك ولا هذا، كياخذوا من هذوك الفلوس بحال تعويض. واحد الحاجه بغيت ننبهكم ليها هو ان في لي مارشي بوبليك ماشي غير كيسالي البروجي كتخلص، كيكون واحد التعطار شويه في الخلاص
ما بين 6 شهور حتى العام. دونك انت باش ما تزيرش ولا كيس ديالك ولا الخزينه ديالك تخوى، كتقدر تطلب واحد لي زاكونط. هاد لي زاكونط كيقدروا يوصلوا حتى ل 5% من المونطون غلوبال ديال هذاك المارشي اللي كتقدر تمشي بهم راسك بين ما تخلصتي. وصلنا للاخر ديال الفيديو، السلام عليكم.